المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. أعداد الفيلة تزيد ب10 أضعاف في إريتريا. وزارة التعليم تقيم أنشطتها السنوية في الأقاليم. إنجاز أعمال فعالة في الجنوب للحد من العادات الضارة. كبير مفاوضي كوريا الشمالية يرحب بدعوة ترامب لنهج جديد في المحادثات. الرئيس الأفغاني يعد بإجراءات لتجنب سقوط قتلى مدنيين في الحرب على المتشددين. وجانتس يرفض عرضا من نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنها مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية بأن أعداد الفيل التي كانت 15 فيلا حسب الإحصائية التي أجريت في العام 1996 قد وصلت في الوقت الحالي لحوالي 250، وتمنح الحكومة اهتمام أكبر لتأمين سلامة تلك الفيلة. وأوضحها مسؤول فرع حفظ وتنمية الحياة البرية السيد فتصوم حقوس عن تخصيص محمية للفيلة تنتشر ما بين واديي سيتيت وأعالي القاش، تقدر مساحتها ب44 ألف هكتار، وتم وضعها برنامج لتشييد حفيرين في منطقة برقطة بمديرية عالي القاش وكوركجي في مديرية غونيا لتفادي اصطدامات الفيلة بالمواطنين نتيجة لعدم توفير مصادر مياه شرب خاصة بها. وأشار السيد فصوم إلى أنه يمنع منعا باتا لأي كان من الجهات نقل إنتاج الفيلة من دولة إلى أخرى. ورغم أن هذه الظاهرة ليست مقلقة في بلادنا إلا أنها بدأت تظهر تدريجيا في الوقت الحالي، داعيا كافة الجهات الحكومية والمجتمع لتعزيز العمل الرقابي ومكافحة تلك الظاهرة مانحين إياها اهتماما أكبر. في غضون ذلك أفاد السيد فصوم بأن إريتريا انضمت في أواخر شهر أغسطس المنصرم إلى المنظمة الإفريقية لمبادرة حماية الفيلة، وسوف تتم مراسم التوقيع الرسمي قريبا في إريتريا. وتهدف الجمعية للحماية المشتركة وتأمين استمرارية الفيلة ومكافحة الصيد والتجارة غير القانونية والتصادم وغيرها من الحوادث والتحديات الآخذة في القضاء على الفيلة. وتضم المنظمة الإفريقية لمبادرة حماية الفيلة التي تأسست في العام 2014 دول إثيوبيا وبوتسوانا وتشاد والغابون وتنزانيا، و37 دولة تعيش فيها الفيلة. كانت إريتريا الدولة العشرين التي انضمت إلى تلك المنظمة. قيمت وزارة التعليم في 19 والعشرين من سبتمبر الجاري الأنشطة الأكاديمية في فروع الأقاليم. وألقى القائم بأعمال الوزارة السيد بطرس هيلماريام كلمة افتتاح أعمال التقييم ذكر فيها ضرورة التركيز على جوانب القصور أكثر من الإنجازات المحققة لتفعيل العمل الدؤوب الجاري لتأمين جودة التعليم الأكاديمي. وتناولت التقارير التي قدمتها فروع التعليم في الأقاليم ومدرسة وارساي كالو والمراكز المهنية والفنية وساوة أنشطة بدء العام الدراسي وتوزيع المستلزمات الدراسية ونتائج الطلاب في الامتحانات الوطنية في شهادتي المتوسطة والثانوية، ومشاركة الإناث في التعليم بصفة عامة، وأوضاع المدارس الداخلية، وبرنامج العمل الطلابي الصيفي، وصيانة المدارس والدورات التأهيلية، وأوضاع توفير الكتب وتطور برامج محو الأمية، وأوضاع المعلمين والأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها من مواضيع. وأوضحت التقارير بأن الأسبوع الأول في العام الدراسي 2018-2019 شهد التأخير من جانبي الطلاب والمعلمين، وتطرقت إلى وجود مدارس تحتاج إلى صيانة، فضلا عن أهم العوامل المعرقلة لمشاركة الطلاب في مائدة التعليم وخاصة الإناث مثل تجميع القرى. وطالبت لحل إشكالية توفير الكتب وضرورة إجراء أبحاث دراسية للمدارس الداخلية. وأشار التقرير المقدم فيما يتعلق بمدرسة وارساي كالو والمراكز الفنية والمهنية إلى أن توزيع المستلزمات الدراسية في أوانها ساعد كثيرا في بدء التعليم في أوانه والتعرف على ميول الطلاب في المجال العلمي، مما يستدعي ذلك العمل الجاد في إنجاحه وإيجاد حلول عاجلة لتوظيف مدربين ومشرفين في المركز الوطني للتدريب المهني بساوة وتأمين متطلبات التسهيلات وإرساء المباني الجديدة وغيرها من آراء. وتبادل المشاركون التجارب والخبرات من خلال التقارير المقدمة وقدموا آراء وأفكار بناءة تساعد في الحفاظ على المكتسبات وتصحيح جوانب القصور. ذكرت اللجان الناشطة بالإقليم الجنوبي في الاجتماع الذي عقد في مدينة مندفرة
بمشاركة أكثر من 160 ألف مواطن في حملة التوعية المنتظمة للحد من العادات البالية المرتبطة بتأمين حقوق الأطفال وإدخال برنامج الإصحاح البيئي الأهلي والرعاية الصحية. وقدمت في الاجتماع الذي عقد في 18 و19 من سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 100 عضو ممثلين تلك اللجان الناشطة في 12 مديرية بالإقليم ومدراء المديريات ومسؤولي الأقسام، قدم تقييم المهام الجارية وتم التباحث فيها بإسهاب. وأفاد التقييم بأن اللجان المنتشرة حتى مستوى القرى أنجزت خلال الأشهر التسعة الماضية مهام فعالة تمثلت في ترسيخ الوعي والتنفيذ. وألقى المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبية السيد قلاب تسفاسلاسي كلمة أوضح فيها أن لجنة تأمين حقوق الطفل أجرت حملات توعية مكثفة لرفع وعي أكثر من 83 ألف مواطن حول العادات البالية وخاصة الختان وزواج القصر، فيما قامت لجنة النظافة الأهلية بتنظيم حملة واسعة بمشاركة أكثر من 80 ألف مواطن. وأشار الدكتور أمانيال محرتاب مسؤول مكتب الصحة في الإقليم إلى أن اللجان الناشطة دون تخصيص ميزانية لها نفذت أعمال فعالة في إدخال برنامج الإصحاح البيئي، مناشدا المواطنين للحد من العادات البالية التي ظلت تسبب أضرارا صحية تودي بحياة الناس. وطالب المشاركون لحل نقص الميزانية والتسهيلات وتوفير مواد الإصحاح البيئي بأسعار معقولة وبناء دورات مياه في المدن والبلدات. وفي الكلمة الختامية التي ألقتها سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيدة آمة نوغوسي، قالت إن الحد من العادات البالية التي استمرت لسنوات طويلة في فترة وجيزة يتطلب جهود حثيثة ينقل إلى مرحلة الوعي العالي، داعية اللجان المكونة لإنجاز المهام لاستمرارية جهودها بالحفاظ على الإيجابيات وتصحيح جوانب القصور. أفادت إدارة مستشفى أوروتا أن العمل جار لحل الإشكالات التي تحدث نتيجة كثافة مرافقي المرضى والزوار في قسم الإسعافات الطارئة بالمستشفى. ويشير المرضى بأن القسم يقدم خدمات مشهودة رغم قلة الكادر الصحي والمعدات. وقال السيد صالح سعيد إنه قدم لقسم الإسعافات الطارئة قدم 3 مرات نتيجة الإغماء الفجائي وتحسنت حالته نتيجة الخدمات الطبية التي حصل عليها، ومن الطبيعي وجود بعض القصور لكثافة المرضى، مشيدا بخدمات الكادر الصحي. وأوضح مدير القسم أخصائي الأمراض الباطنية الدكتور تسفاسلاسي إيوب إن القسم يستقبل يوميا من 70 إلى 80 مريض، ويشهد القسم كثافة بشرية عالية من مرافقي المرضى والزوار، ويؤدي ذلك إلى صعوبة في تسيير الأطباء لمهامهم. وقد حلت المشكلة حاليا ليجد الأطباء المناخ الملائم لعملهم. وأشار إلى وجود برنامج لبناء قاعة لانتظار المرضى والمرافقين. وذكر كبير الممرضين في قسم الإسعافات الطارئة الممرض أفورقي أبراهام أن الأولوية تمنح لتشخيص المرض قبل استفحاله، ناصحا المواطنين لتوخي الحذر ومتابعة الأوضاع الصحية المسبقة خاصة أزمات القلب والسكري وضغط الدم. ودعا المهنيون الصحيون للتحلي بأخلاقيات المهنة لكون العمل الطبي أخلاقي إلى جانب الكفاءة. تتلقى 162 امرأة تم اختيارهن من الإدارات تدريبا مجانيا لقيادة السيارات بتعاون جمعية تعليم قيادة السيارات في الإقليم الأوسط ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وأشادت المشاركات في التدريب بالفرص المتاحة التي ستساعدهن في إيجاد فرص العمل وتحسين حياتهن المعيشية. وأوضح مدربو الجمعية التعاونية لتعليم قيادة السيارات العمل لتخريج المشاركات في التدريب بكفاءة جيدة، معربين عن الارتياح لتقديم مثل هذا التدريب. وذكر مسؤول الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط السيد سيوم عقبة ميكائيل إن البرنامج جزء من المهام الشعبية والحكومية لرعاية أسر الشهداء. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية.
رحب كبير مفاوضي كوريا الشمالية في الملف النووي يوم الجمعة باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام نهج جديد في المحادثات بشأن برامج بيونغ يانغ للأسلحة. وأثنى كيم يونغ جيل على القرار السياسي الحكيم الذي اتخذه ترامب بالسعي لتبني نهج جديد للمحادثات المعلقة من دون مثير للمشاكل في الإدارة الأمريكية، في إشارة فيما يبدو لجون بولتون مستشار الأمن القومي الذي أقيل الأسبوع الماضي. وكان بولتون من صخور السياسة الخارجية الأمريكية. وكادت جهود ترامب للتواصل مع كوريا الشمالية تنهار في فبراير بعد أن اتبع نصيحة بولتون خلال قمة ثانية في هانوي، وسلم كيم ورقة تدعو بيونغ يانغ لنقل الأسلحة النووية والوقود اللازم لصنع قنابل إلى الولايات المتحدة. وندد الشمال ببولتون الذي كان يروج لاستخدام القوى العسكرية للإطاحة بقيادة البلد المعزول، ووصفه بأنه مجنون حرب وحثالة بشرية على حد تعبيره. وقال ترامب إن بولتون ارتكب أخطاء منها إهانة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعدما طالبه باتباع النموذج الليبي وتسليم كل أسلحته النووية. وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في الوقت الراهن: لست واثقا تماما مما كان يقصده باقتراح استخدام نهج جديد، لكن بالنسبة لي فيبدو أنه يريد التلميح إلى أن حلا تدريجيا نبدأ بالأمور الملموسة أولا مع بناء الثقة في بعضنا البعض، وهو أفضل خيار على حد تعبيره. وعد الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الجمعة باتخاذ إجراءات للحيلولة دون سقوط قتلى مدنيين في الحرب على المتشددين، وذلك بعد يوم من مقتل 30 مدنيا على الأقل في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية في إقليم ننغرهار شرقي البلاد. وقال غني إن الإجراءات الجديدة لحماية المدنيين في طور التنفيذ، وإنه طرح ضوابط لمنع عدة الغارات الليلية والهجمات التي تؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين. جاء هذا في كلمة ألقاها غني أمام تجمع انتخابي في جلال آباد عاصمة إقليم ننغرهار. ومن المقرر أن تجري انتخابات رئاسية في 28 من سبتمبر في أنحاء أفغانستان. قبل عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل ائتلاف مع أقوى منافسيه السياسيين بيني جانتس بالرفض سريعا بعدما أخفق رئيس الوزراء في تحقيق أغلبية برلمانية في انتخابات متقاربة. ويمثل عرض تقاسم السلطة من نتنياهو الذي أصبح في موقف سياسي ضعيف تغيرا مفاجئا في استراتيجيته، وقد يؤدي رفض العرض إلى خلافات لأسابيع بعد الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء وأعقبت تصويتا غير حاسم في إبريل. وتقدم حزب جانتس أزرق أبيض الذي ينتمي لتيار الوسط في ثاني انتخابات تجري هذا العام بفارق طفيف على حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو، لكنه لم يفز بما يكفي من مقاعد البرلمان البالغة 120 ليتمكن من تشكيل تكتل الحكم. وطرح نتنياهو أطول زعماء إسرائيل بقاء في رئاسة الوزراء عرضه المفاجئ في تسجيل مصور حث فيه رئيس أركان الجيش السابق جانتس على لقائه في أقرب وقت ربما اليوم. وفي رده على دعوة نتنياهو لم يأتي جانتس على ذكر رئيس الوزراء، وقال إنه سيقود بنفسه حكومة وحدة ليبرالية، في إشارة إلى حكومة تستثني حلفاء نتنياهو من اليهود المتطرفين. لكنه ترك الأمر بعدها لموشي يعلون أحد القيادات البارزة في حزب أزرق أبيض ليرفض بقوة دعوة نتنياهو، وعزى ذلك إلى اتهامات بالفساد تحدق برئيس الوزراء الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات. تظاهر المئات في إندونيسيا وأستراليا وتايلاند وألمانيا احتجاجا على تلكؤ الحكومات في معالجة قضية تغير المناخ في إطار الإضراب العالمي الذي دعت له عدة منظمات بيئية. وذكر نشطاء بيئيون ونقابات وجماعات مهتمة بقضية التغير المناخي في الأيام الماضية أن هناك مئات المظاهرات مخطط لها في العديد من بلدان العالم للإسراع من وتيرة معالجة الحكومات لقضية التغير المناخي حول العالم. كما حذر العلماء من أن يعيد التاريخ نفسه وتزيد الحرارة العالمية أكثر من 14 درجة مئوية مما عليه الآن، فيمكن أن يتجه الكوكب إلى درجات حرارة مرتفعة تضاهي الفترة الحارة القديمة قبل 50 مليون عام.
ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، شدد الباحثون على أن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يكرر ما حدث بشكل طبيعي خلال عصر الأيوس، وسيشهد العالم بهذا الشكل درجات حرارة مرتفعة طوال العام بحلول عام 2100. كما سيؤدي ذلك أيضا إلى تدمير أي اختلاف في درجة الحرارة تقريبا من المناطق الاستوائية إلى القطبين، حيث استخدم الباحثون في جامعة ميتشيغان وجامعة أريزونا نموذجا حديثا لمحاكاة المناخ خلال فترة الإيوسين المبكرة. انتهت نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترية. شكرا لكم للإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.